السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله الفيديو ده هنعمل إن البلاير يضرب بوليتس، وإن الكاميرا تمشي وراه، أو الكاميرا تعمل له فولو. كل ما يمشي تفضل ماشية وراه. عشان إيه؟ يعني دلوقتي لو البلاير خرج بره كده الكاميرا ده، اللي هو المربع الأبيض ده، هنلاقي البلاير مبيبقاش ظاهر. تعالوا كده لو دوسنا بلاي وجربنا. ماشي. بصوا، هو دلوقتي لف عمل روتيشن كده. عشان إيه؟ تعالوا عند الريجيد بادي 2 دي، واعملوا فريز روتيشن. هتلاقوه مبقاش بيلف، يعني مش هيلف لو خبط حاجة. تعالوا بقى ندوس بلاي تاني. طيب احنا عايزين دلوقتي اهو طلع بره الكاميرا مبقاش ظاهر. عايزين بقى لا الكاميرا تمشي وراه. ماشي. فدلوقتي وعايزين برضو حاجة تانية، ان احنا ايه، لما يكون بيرجع لورا، لما نيجي نمشي ليفت، هو دلوقتي بيرجع بظهره. لا احنا عايزينه يعمل فليب ويمشي شمال، يعني يبقى وشه عامل كده. لو خلينا دي بسالب هيلف كده. احنا عايزين بقى نضرب السكيل اكس ده في سالب فهيلف. ماشي. الأول نعمل سكريبت الكاميرا. تعالوا نعمل فولدر اسمه سكريبتس كده عشان ننظم الدنيا، نحط فيه السكريبتات. ماشي. تعالوا نعمل سكريبت نسميه مثلا كاميرا فولو. لازم السكريبت يبقى الاسم يعني ليه علاقة باللي انت بتعمله، عشان ما تتوهش يعني لما تعمل 10 20 سكريبت ما تتوهش في السكريبتات. لا، هو يكون عارف كل حاجة مخ... كل سكريبت مخصص ليه. نفتح السكريبت. ماشي. نيجي فوق نكتب public transform ونسميه تارجت. ده كأنه التارجت اللي الكاميرا هتمشي وراه. طب ترانسفورم دي معناها ايه؟ ترانسفورم اللي هو ترانسفورم اللي مكتوبة هنا دي، اللي هو البوزيشن اكس تو واي. يعني كأنه احنا بنديله الترانسفورم بتاع البلاير ككل، بقى الروتيشن وبالبوزيشن وكل حاجة، بحيث ان هو ايه، يكون عارف البوزيشن فين بالظبط ويمشي وراه والكاميرا تمشي وراه. طيب هنعمل برايفت فيكتور 3 ديستانس. فيكتور 3 ده اللي هو الاتجاهات اللي هي x و y و z، اللي هنا دي position x y z. فرق ان فيكتور 3 اتجاهات، يعني ترانسفورم احنا الثلاث حاجات دول مع بعض، لكن فيكتور 3 احنا عايزين الاتجاه، او كأنه مسافة، نحسب المسافة. فالكاميرا اهي هنحسب ال- المسافة من الكاميرا للبلاير، ونخلي المسافة دي ثابتة ما بينهم، يعني من هنا لهنا. تمام. شايفين الفرق لما ندوس على البلاير وعلى المين كاميرا؟ هو نفس المسافة دي طول ما هو بيمشي تبقى نفس المسافة، ولا الكاميرا تقرب بزيادة ولا الكاميرا تبعد عنه أوي. طيب هنيجي كده عشان نجيب الديستانس، هنقول equal transform dot position minus التارجت dot position. احنا كده جبنا المسافة اللي بينهم. طب ده كده في الستارت، اللي هو أول لعبة أول ما ندوس اللعبة تبدأ الديستانس، هنجيب الديستانس يعني. طب عايزين بقى نستخدم الديستانس دي، هنقول الترانسفورم دي اصلا عايده على الكاميرا. يعني هي لما تكتب ترانسفورم سمول كده، اي حاجه كده تكتبها سمول، يعني مثلا
بعد كده برضو لو كتبنا جيم اوبجكت سمول، دي معناها الجيم اوبجكت اللي هو محطوط عليه السكريبت. فاحنا السكريبت نحطه على المين كاميرا، فترانسفورم دي عايدة على المين كاميرا اللي هي الكاميرا. لو حطينا السكريبت على البلاير، هيبقى الترانسفورم السمول عايدة على البلاير، يعني على حسب انت حاطط السكريبت على انهي جيم اوبجكت. طيب نقول ترانسفورم دوت بوزيشن ايكوال تارجت دوت بوزيشن بلس ديستانس. حط هنا سيمي كولون. ماشي. تعالوا نجرب كده. مش طبعا تحطوا السكريبت على المين كاميرا عشان يشتغل، وهنا هتلاقوا مكتوب none، تاخدوا البلاير وتحطوه كده. أو برضو ممكن تيجوا تكتبوا اسم البلاير جون ستاتيك ده. احنا الأحسن عشان نبقى عارفين ده بلاير خلاص، يبقى نكتب هنا ده اسمه بلاير، ونخلي ده اسمه عشان لما نيجي ندور عليه في إيه. طيب تعالوا ندوس بلاي كده. تمام، الكاميرا ماشية وراها اهي. تحسوا كده الكاميرا كأنها لازقة فيه بالظبط، أو كأن الكاميرا يعني كأنه هو والكاميرا زي بعض بالظبط، كأنهم حاجة واحدة يعني. ماشي. دلوقتي هنيجي جوه بلاير كنترول، عايزين بقى نعمل اللي هو يعمل فليب زي ما قلنا، اللي هو يعني لما يكون ضغ... لما يكون نيجي ندوس على السهم الشمال أو نيجي نمشي شمال، يعمل فليب ويبص شمال. طيب أولا، أول حاجة هنعملها هنيجي هنا نعمل public boolean نسميه look right. look right ده نخليه equal true. ده عاملينه ليه؟ عشان نعرف إذا كان البلاير باصص يمين ولا باصص شمال، كأنه زي فلاج كده إن أنت آه، تعلم بس إذا كان البلاير إيه. فهو دلوقتي تروح حاليا لأن إحنا باصص يمين أصلا، فهنسيبه كده. نيجي تحت بقى نعمل function public void نسميها flip مثلا. برضو الفانكشن والجيم اوبجكتس أي حاجة تعملها يعني تكون ليها معنى. فيكتور 3 نسميه بقى إيه؟ مثلا current scale equal transform dot local scale. طيب ده معناه ايه؟ معناه البلاير هنا transform dot local scale اللي هو دول الاكس والواي والزد، ده اللوكال سكيل. طيب احنا عملنا هنا ريفرنس كده اسمه current scale، والcurrent scale ده بيساوي transform dot local scale. طيب بعد كده نقول current scale ده dot x multiplication equal -1. احنا كده عملنا ايه؟ ضربنا السكيل بتاع الاكس بس في السالب، -1. سيبنا الواي زي ما هي، يعني احنا مش عايزين الواي لو بقت سالب هيلف كده، احنا مش عايزينه كده، فاحنا عايزين نغير في الاكس بس. طيب multiplication equal دي معناها ايه؟ معناها زي ما تقول equal current scale dot x -1. فاحنا كل يعني وفرنا current scale dot x دي، وحطينا multiplication قبل الايكوال. تمام. هنعمل بقى transform dot local scale equal current scale كده.
كده يعتبر هو عمل الفليب خلاص. ترانسفورم لوكال سكيل ايكوال كارنت سكيل، فكده بقى ترانسفورم بتاع البلاير اتضرب في -1. بس كده هو يعني ضرب في -1 بس، أو يعني هو كده كأنه اه احنا ضربناه في -1 بس مش هيتغير تاني. فاحنا عشان بقى نغيره، يعني هو دلوقتي مثلا اللوك رايت اللي احنا عملناها دي هي بترو، هي بعد ما عملنا فليب هتفضل بترو، فكده مش هنعرف نرجع تاني يمين. احنا عايزين بقى نخليها بفولس. ازاي نخلي اللوك رايت بفولس؟ هنكتب لوك رايت، مش هنقول equal فولس بقى، هنقول equal not look right. يبقى معناها ايه يعني؟ look right على حسب بقى هي true ولا false. ان الفليب ممكن تبقى شغالة look right تبقى false. false دي اللي هي بقى لما يبص شمال. ودلوقتي احنا هنقول ان اللوك رايت equal not look right، يعني عكس اللوك رايت. يعني لو اللوك رايت دي true، هي دي هتبقى false، كأنها هتتعكس. لو دي false هتبقى دي true. طيب نستخدمها ازاي بقى؟ هنيجي هنا، احنا عايزين دلوقتي نقول ان هو لو لو مشي يمين، لو مشي يمين يعني يلف يمين، ولو مشي شمال يلف شمال. طيب لو انتوا شايفين الانبوت هوريزونتال ده، اللي هو اصلا جاي من بروجكت سيتنجز هنا، في الهوريزونتال هنا هتلاقي الليفت نيجاتيف بوتن والرايت بوزيتيف بوتن. ده معناه ان الرايت ده اكبر من صفر دايما بموجب. حتى لو جينا نشغل بلاي، بصوا على الزيرو هنا ده، هتلاقوه بيبقى بموجب، ونرجع هيبقى بسالب. ده موجب ده سالب. فاحنا كده ممكن بسهولة نعمل if condition ونقول إن ال input horizontal لما يكون أكبر من زيرو، أكبر من زيرو يعمل فليب. بس كده يعني أكبر من زيرو بس يعني. طب ما مش كده في حاجة غريبة؟ يعني هو دلوقتي أكبر من زيرو، ما هو كده كل ما يمشي يمين هيعمل فليب. لا، احنا عايزينه ي... لما يكون أكبر من زيرو and not look right. أو العلامة التعجب دي يعني النوت، زي ما قلت لكم بتعكس الروك رايت. فده ان هو هيعمل فليب لما ادوس يمين، ويكون هو اصلا نوت لوك رايت دي اللي هو باص الشمال يعني. تمام. او ان هي لوك رايت تبقى فولس، اللي هو برضو معناها باص الشمال. نيجي بعدها نعمل if condition horizontal input horizontal اصغر بقى من صفر، ده بقى اللي هو هيخش شمال. and look right، يعني لما يكون باصص يمين و... والانبوت اللي احنا داخلينه left، او ان هو يمشي شمال، يعمل فليب. تمام. تعالوا كده نجرب. هو أنا ماشي يمين ماشي يمين، أول شمال يعمل فليب، يمين فليب. تمام. لو حد هيقول لي احنا ممكن بدل ما نكتب مثلا if condition هنا، نشيلها ونحط else. تعالوا طيب نجرب نشوف هيحصل ايه. هو المفروض دلوقتي هو واقف input horizontal ده بيساوي زيرو. فاحنا دلوقتي لو حاطين else دي معناها ايه؟ او بصوا، قاعد يعمل فليب من نفسه. لازم يبقى في if condition بتمنع ان هو يبقى في if condition بتخليه ان هو اصغر من زيرو، عشان في اصلا عشان وهو واقف عايزينه ما يعملش اي حاجه، يبقى واقف عادي. تمام. دلوقتي كده اللي فاضل ان شاء الله نعمل ان هو دلوقتي يضرب بولتس او طلقات. طيب عايزين بقى
الأول قبل نشوف أصلا الطلقة اللي هو هيضربها. فتعالوا نخش في الأسيتس كده في بلاير. تحت خالص في ويبون بوليت اهي. تعملوا لها مالتبلاي، وبعد مالتبلاي سبرايت اديتور زي ما عملت قبل كده، وبعد كده سلايس وابلاي عشان تبقى كده. ناخد بقى البوليت دي كده، نحطها هنا، نسميها بلاير بوليت. بوليت. ماشي. دلوقتي احنا السيستم او هو البوليت اصلا مش باين قوي، او يعني مش ظاهر قوي، فممكن نكبرها مثلا تبقى خمسة. خمسة. هي كده كبرت بس هي مش باينة برضه، عشان الاوردر لاين هنا نديله مثلا اتنين. تمام. ماشي. يبقى دي بوليت. طيب احنا دلوقتي بوليت، هنحط بوليت هنا مثلا ونخليه مش باينة برضه، نخليها خمسة مثلا. نحط بوليت هنا وهنخليه يضرب، احنا عايزين يضرب كذا طلقة. طب ازاي بقى اصلا نكريت الطلقة؟ يعني الطلقة هنا تكون مش موجودة، او نخلي العدد بتاع الطلقات يزيد. احنا اولا هنجيب البلاي بوليت دي، نخليها بريفاب ونمسحها من هنا. احنا مش عايزينها تكون اصلا ظاهرة، احنا عايزينها تظهر لما احنا نضغط ان هي تظهر، فتظهر ساعتها. فهنسيبها بريفاب، لان البريفاب دي لو انت محتاج تضيف محتاج تظهر حاجة جوه اللعبة، فتحطها بريفاب وتظهرها وقت ما انت عايز بس. وبلاير برضه ممكن نخليه بريفاب. ماشي. بس البلاير احنا عايزينه يقف عادي كده بس. نيجي بقى في السكريبتات، نعمل كرييت سي شارب سكريبت، نسميه بلاير شوتينج مثلا. بلاير شوت. نفتح سكريبت. تمام. أول حاجة نعملها هنقول public game object، نسميه bullet prefab. دي البولت اللي احنا هنكريتها أو هنخليها تتكريت. طيب بعد كده نقول ايه؟ public برضو transform، نسميه بقى fire point. دي البوينت بقى اللي عايزينها يعني اللي هي كأنه السلاح اللي هيطلع منه الطلقة، مكان الطلقة اللي هتطلع بالظبط. نعمل public تانية float، نسميه bullet speed. تمام. نيجي بقى نعمل function. صح. نسميها private void short مثلا. ماشي. هنعمل game object bullet equal game object bullet. ده احنا عاملينه كأنه جوه السكريبت بس، كأنه reference للبولت اللي احنا عايزين نعملها. طب عشان بقى اصلا نكريت البولت المفروض بنعمل ايه؟ في بقى built in function اسمها instantiate. ايه instantiate دي بقى بتعمل ايه؟
بتخليك تكريت الحاجة تقول له مثلا أنا، تحط له مثلا البوليت، تكتب إن أو تكتب الحاجة اللي أنت عايز تكريتها اللي هي البوليت، وتقول له المكان والبوزيشن والروتيشن اللي أنت عايز يظهر فيها البوليت دي. يعني مثلا لو جينا هنا قلنا بوليت بريفاب، احنا عايزين البوليت بريفاب تظهر، وتظهر فين؟ في الفاير بوينت، عند الفاير بوينت، بس دوت بوزيشن، دوت بوزيشن، وفاير بوينت دوت روتيشن. تمام كده. الطلقة المفروض تظهر عند البوليت بريفاب، يعني البوليت بريفاب هتظهر عند الفاير بوينت دوت بوزيشن وعند الفاير بوينت دوت روتيشن. الفاير بوينت دي احنا هنكريتها دلوقتي بعد ما نخلص سكريبت. طيب كده تعالوا نجرب كده. طب احنا دلوقتي الفانكشن عشان نشغلها احنا عايزين نخلي ان هو لما ندوس على الماوس، اللي هو كليك شمال يعني يضرب. تعالوا كده في الانبوت سيستم، كنت فاتح لكم، هنلاقي فيه هنا فاير 1 ماوس زيرو. ماو... ماشي. احنا هنيجي في الابديت، هنقول if condition input input دوت، احنا عايزينه بالماوس فهنقول دوت get ماوس بوتون، ماوس بوتون زيرو. دي معناها ايه؟ معناها get ماوس بوتون زيرو دي اللي هو لو دوست على كليك شمال. لو خليناها بوان يبقى كليك يمين. انتوا على حسب انتوا عايزين تخلوا الضرب بأني بتاع، ممكن شمال أو يمين، ممكن تخلوها بزراير الكيبورد عادي، بس احنا حاليا نعملها بكليك شمال. ماشي، ونيجي نستدعي بقى الفانكشن نشط، ونعمل سيف. كان المفروض إن أول ما أدوس كليك شمال البولت دي هتتكري. ماشي. تعالوا هنا نحط سكريبت على البلاير، نحط سكريبت نحطه على البلاير. تمام. بولت بريفاب اهي، ناخد البولت من البريفاب. فاير بوينت دي بقى نعملها فين؟ ممكن نخش على البلاير بريفاب ونعمل create empty، هيعمل كأن كده كأن الفاير بوينت دي هتبقى تشايلد. فاير بوينت هنحطها بقى فين؟ عايزينها عند السلاح، خليها عند السلاح هنا. ماشي. نيجي بقى ناخد فاير بوينت. طيب كل تثبيت نديها قيمة ثابتة هنا 10. ماشي، تعال نشوف كده هيحصل ايه.
وبيظهر بولت كتير، عشان كده كليك شمال واحدة بتطلع بولت كتير، عشان كده نخلي بدل بوتون نخليها بوتون داون. طب ايه الفرق؟ بوتون داون بتخليه، يعني انت دوست اول ما تشيل صباعك تلاقي، يعني اول ما تدوس دوسة هيعمل طلقة واحدة كده كده، محتاج تدوس كذا مرة عشان يعمل كذا طلقة. طيب الطلقة دلوقتي ثابتة، يعني مش ثابتة، ايه طلقة واحدة بس ثابتة واقفة كده. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ الأول نيجي هنا نعمل بوكس كولايدر 2D للبوليت، ونعملها ريدج بادي برضو عشان نحركها بيه. تمام. نفتح بقى السكريبت. هنعمل بقى ريدج بادي 2D RB equal bullet get component rigid body 2D. طيب دي معناها إن إحنا كده بنستدعي الريدج بادي 2D ده اللي محطوط على البوليت، هيخش على هيخش على الكومبوننت بتاع البوليت، يجي هنا عند البوليت ويخش يدور على الريدج بادي 2D، لو ما لقاش هيديك ايرور. انت عشان كده تكون حاطط ريدج بادي 2D. تمام. بعدها نكتب ايه بقى؟ نكتب RB دوت add force. add force بقى نديله، عايزين ال add force، عايزين نحرك فيها البوليت، فنقول ايه؟ bullet dot transform dot right، نضربها في البوليت سبيد. وبعد كده هنقول نديها force mode 2D dot impulse دي عشان تبقى طلقة واقعية أكتر، تبقى ماشية كويس. تعالوا نجرب كده. حلو، يبقى بدأت تمشي. اه بصوا، بتزق بلاير يعني، لما نيجي نضرب شمال بتمشي يمين، عشان احنا قايلين دوت رايت، فدوت رايت بتخليها تمشي يمين، الاكس اكسس اهو بتمشي يمين. طيب ازاي نحل المشكلة دي؟ طيب نفتح سكريبت. عايزين برضو نظبط ان هو يعني وقت معين ونخلي البوليت تتدمر، فعشان كده نقول destroy مثلا bullet dot game object bullet dot game object. كده هي هتتدمر أول ما الفانكشن تشتغل، فمش هتتعمل أصلا. ممكن نديها بقى تايم واحد، ده اللي هو ثانية بالظبط، يعني كأن بعد ثانية هتتدمر لوحدها. طيب دلوقتي عايزين نخلي الطلقة تتحرك شمال. آه، ازاي نعرفهم إن الطلقة تتحرك شمال؟ ممكن نستفيد إن هو هنا لما يكون مش باصص يمين، يعني اللي هو not look right، اللي هو باصص شمال، نخليه يضربها رايت في -1، فتتضرب بالعكس. طب ازاي بقى أصلا يعني ناخد حاجة من السكريبت ده؟ هنيجي هنا نكتب private private layer
كنترولر، هنسمي بلاير كنترولر برضو. طيب بعد كده نيجي جوه الستارت، هنقول بلاير كنترولر equal get component player controller. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان البلاير شوت هيبقى فيها، هيخش على بلاير كنترولر اللي موجود على البلاير، لان هما الاتنين على البلاير اصلا. احنا استغلينا ده وعملنا ان هو ايه، كده نعمل انهيرت منه، وعملناه برايفت عشان كده كده هما الاتنين على نفس البلاير عادي. طيب عايزين بقى نستخدم اللوك رايت، فنيجي في الاف كونديشن، نعمل اف كونديشن، نقول ان لو بلاير كنترولر دوت لوك رايت، يعني هو باصص يمين يبقى يضرب طلقة يمين. طب بقى لو بلاير كنترولر دوت نوت بقى لوك رايت، اه مش هينفع دوت نوت لوك رايت. طب ازاي نعكس بقى يعني مش هينفع نحط نوت بعد دوت. الحل ان احنا نيجي اصلا قبل البلاير كنترولر نقول نوت، فكده احنا عكسنا الدوت لوك رايت، يعني دي كأنها بس بتعمل انهيرت مش اكتر. تمام، ناخد بقى دي كلها كده كوبي، نحطها هنا، نيجي هنا نضربها في سالب واحد. تمام ماشي، نجرب كده. ليه؟ نجرب. تمام اهو. احنا عايزين اول ما تلمس الجراوند او الارض تتدمر، نعملها ازاي دي؟ نيجي هنا نعمل سكريبت، نسميه مثلا بولت، نفتح سكريبت، نفتح السكريبت ده نحطه بقى على البولت ذات نفسها. نيجي هنا نكتب on collision enter 2D، زي ما عملتها في جامب بالظبط، اللي هو أول ادينا له تاج لما يلمس الأرض. فين؟ بيكون هو هنا أهو، if collision of game object dot compare tag والجراوند هو زيها بالظبط. هنيجي هنا if collision dot game object dot compare tag، ونديله تاج جراوند برضو. يعني ده معناه إن لو البولت خبطت في الجراوند، عايزين بقى إيه، نعمل destroy. بس destroy لإيه؟ يعني destroy للجراوند. دلوقتي أنا لو قلت collision to game object، إحنا كده دمرنا اللي هي الجراوند، لا إحنا عايزين البولت بالظبط، فهنقول destroy game object. تمام نجرب كده، نتأكدوا إن كمان البولت، قصدي الجراوند نفس يعني الجراوند نفس التاج اللي إحنا كاتبينه، عشان ممكن هتلاقي ما طلعلكش ايرور، وفي نفس الوقت البوليت ما بتتدمرش. طيب نيجي بقى نحطه على البوليت، نفتح بريفاتس البوليت، ممكن ندوس على اد كومبوننت ونكتب اسم السكريبت بوليت بيهيفير مثلا. نجرب بقى، أو أول ما بس لمس الجراوند هحطها أي جراوند بقى.
تمام. ممكن برضو مثلا نيجي في الأنمي هنا، ناخد أنمي، نحطه، نسميه أنمي، نحطه في البريفابس مثلا، نديله برضو 10 و10. نديله أوردر هنا 5 برضه أو 6 زي بلاير ظهروا في ده. نحط ده هنا. تمام. ممكن نديله -10 عشان يوصله. تمام. نحط عليه تاج، نعمل اد تاج، نسميه انمي. تمام. نحطه، نحطه على البريفاب أحسن، يعني نحطه على البريفاب هنا عشان أي انمي تاخده من البريفاب يبقى عليه تاج، متحطوش على اللي هو اللي هنا، يعني حطه على البريفاب ذات نفسها. تمام. هنيجي بقى بس على السكريبت، نعمل زيه بالظبط. خلي دي يا انمي. فرق بقى ان احنا هنا هنقول كمان يعني ديستروي كوليجن دوت جيم اوبشن. ممكن نحط دي الاول كده كأن الانمي يتدمر ويتطلق الاتنين. ماشي. نجرب. اه الانمي احنا لازم نحط له كولايدر عشان يحس بالطلقة. عشان بعد كده برضو لما نيجي نخليه يتحرك لازم يبقى عليه كولايدر ويز بادي. نجرب تاني. تمام كده كله شغال. احنا كده خلصنا الفيديو ده. أتمنى تكونوا استفدتوا، ولو حد عنده أسئلة يكتب في الكومنتات وإن شاء الله نرد عليكم.